صباح الخير والعافية على عيونكم متابعينا الأعزاء ومتابعاتي الغاليات. شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم ما شاء الله الدنيا تمطر عندنا، بدنا ناخذ جنة المدرسة. طبعا ما قبلت اخذها بالسيارة، حبت اليوم نجرب أجواء المطر. هو فصل خريف بس عبالك يعني الجو شتائي، مالك ليش والله اليوم ما حد يسوي. دخلتها وراح ارجع للبيت. طبعا هم اليوم راح يطلعون الساعة 11 الا ربع، يعني ارجع اخذها اليوم من وقت لان عندهم النتائج اليوم. وانا محددة موعد ويا المعلمة حتى ارجع تقريبا الساعة 3:30 عندي موعد وياها. ارجع يعني تعطيني الريبورت كارد مالتها. وهذا كان غدانا بيومها. طبعا اول ما رجعت بديت اجهز الفلافل لان قلت خاف اتاخر وما لحق يعني اكمل الغداء، فمباشره اول ما رجعت ثرمت الحمص وبديت اقلي الفلافل وقليت بوتيتا. طبعا طريقه تحضير الفلافل ما شوفتكم اياها بهذا الفيديو لان انا عندي فيديو بالقناه مسوي بالفلافل. هنا انا خليت وياها همينه سمسم ويا عجينه الفلافل، طلع طعمها كلش طيب. ومثل ما تشوفون حال الطباخ طبعا صارت حالته يرثى لها. هو دائما من نقلي نواشف لازم يكون هذا وضع الطباخ، ومو بس الطباخ، الكاونترات تنمل الزيت، الأرضية كلها تصير زيت. على كل ان احنا اول وتالي راح ننظف، بس حبيت اشوفكم هاي الطريقة شلون اصفي بيها الزيت من بعد ما اقلي. اخلي الزيت بهذا الورق مالت الماكينة مالت القهوة، هاي اللي نخلي بيها القهوة دائما. شوف الزيت شلون يطلع عندي نظيف. هاي الأوراق أنا دائما أشتريها من الوالمارت، من التارجت، بأي مكان موجودة. أخلي الورقة وبعدين أخلي هاي الورقة بمصفاية ويبدي ينزل عندي الزيت صافي. شوفوا يعني حتى تقدرون تستخدموه مرة ثانية للتقلاة. حبيت أشارك وياكم هاي الطريقة حتى تستفادون من عندها. طبعا هسه راح أروح أجيب بنتي من المدرسة، لأن مثل ما قلت لكم بداية الفيديو اليوم طلعتهم تكون من وقت، ما حبيت أصور لكم طلعت المدارس لان قلت لك الفيديو راح يصير طويل لان بعد بفقرات حلوه هسه ان شاء الله تشوفوها. فاروح اجيبها ان شاء الله او نتغدى وانتم بسلامكم والعافيه، وارجع اتواصل وياكم ان شاء الله بتكمله الفيديو. طبعا نظفت المطبخ وتغدينا وكملنا، بس ما حبيت اشارك وياكم تفاصيل تنظيف المطبخ. بس اليوم حبيت اشارك وياكم هاي الفقرة ان شاء الله تستفادوا من عندها، شلون تنظفون الشغلات الستيل اللي عندكم بالمطبخ. مثلا تكرمون هاي سلة الزبل، اذا كانت عندك الثلاجة ستيل او غسالة الصحون ستيل. نجيب هذا الخاولي يكون شوية بمي يعني يكون رطب، نخلي عليه الزاهي مال المواعين، اي نوع زاهي انت تستخدمي دائما بتنظيف المواعين. نبلش ننظف الشغلة الستيل اللي عندنا، بعدين نغسل الخاولي ننشفه وننظف مرتلخ الزاهي اللي مسحنا بيه سلة الزبل او الثلاجة او الغسالة. وبعدين نجيب مكيف الشعر اللي انت تستخدميه، الهير كونديشنر، اي نوع مكيف شعر انت تستخدميه تخلين على الخاولي. طبعا هذا الخاولي يكون شوية رطب، وتبدين تمسحين. مثلا هساني اذا استخدم سلة الزبل امسح يعني بطريقة بالطول وبالعرض، لي فوق ولي جوا، الى ان هذا المكيف مالت الشعر يعني تشوفي انه بدا يلمع الشغلة اللي عندك، مثلا الاجهزة اللي عندك بالمطبخ او سلات الزبل تكرمين. بعد ما تنظفي مكيف الشعر تجيبين خاولي ناشف، هذا ما بي ما يكون ناشف، ونمسح الحاجة اللي نظفناها بالمكيف بكل الاتجاهات. هم تمسحين بالطول وبالعرض
من هذا الجانب لهذا الجانب إلى أن يصير هذا شكلها ما شاء الله. تصير عندك سلة الزبل أو الثلاجة أو غسالة الصحون تلمع وتطلع عبالك هسه مشتريتها جديد. هنا أنا حبيت همين أضيف لكم هاي المعلومة. دائما أنا بسلة الزبل أخلي قطعة مال فحم، أو مرات أغسلها هاي القطعة الثانوية مال سلة الزبل أغسلها بغسول الفم، الليسترين أو أي نوع غسول فم تستخدموه، أنشفها وبعدين أخلي بيها بودرة مال الأطفال، وبعدين أخلي الكيس أو العلاقة اللي راح أخليها بسلة الزبل. بهالطريقة راح يبقى عندك المطبخ أو الحمام ريحته فريش نهائيا، ما تحسين بريحة المهملات اللي موجودة بسلة الزبل. ودائما احنا سلة الزبل يعني ما نخلي بيها النفاية تتكوم أكثر من يوم، يعني دائما بنهاية النهار طلع العلاقة أو الكيس اللي كان بيه الزبل وتخلصي من عنده، حتى يبقى عندك المطبخ أو الحمامات ريحتنا فريش. ودائما أنا بعد التقلاة لازم أخلي بخور، لأن احنا بيوتنا من خشب فريحة التقلاة تبقى يعني بالبيت، دائما نخلي بخور نرش معطرات حتى نتخلص من ريحة التقلاة. وهذا الزيت اللي صفيته خليته بهاي العلبة، كل ما اريد اقلي استخدم من عنده. وهذا شكل مطبخي المتواضع بعد التنظيف. هسه ان شاء الله راح اكمل وياكم باقي فقرات الفيديو، ابقوا وياي نهاية الفيديو وان شاء الله اتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هاي صار المرة الثالثة هسه راح اروح للمدرسة. وديتها الصبح، رجعت جبتها الساعة 12 الا ربع، وهسه راح نروح مرتوخ للمدرسة لأن اليوم عندهم يعني الأهالي يلتقون ويا المعلمة. هاي يسووها كل شهرين أو 3. وشفت الجو الصبح شلون كان مطر وشمسيات، وهسه ما شاء الله الجو صار يخبل شمس والجو صار كلش حلو، ولا عبالك كانت الصبح تمطر. هاي نزلت ستوري، خلي شوي اضحككم. نزلت ستوري على الانستغرام، صورت هنا هاي بيها مثل الطريق يصعد لذيك البنايات اللي هناك، يعني مسوي شلون الطريق المختصر. فشفت الناس يفوتون من هنا، فجايبه بنات عن المدرسه قلت لهم الجنه وساره خلينا نطب نصور هنا شويه. فنزلت ستوري على الانستغرام. هذا هنا شوف هذا الطريق، هذا الطريق يصعد لهذيك البنايات اللي هناك، مسوي يعني طريق مختصر. ام غني كاتبت لي على الستوري لا يطلع لك دوب وياكلش من هاي الغابة. طبعا كلش ضحكت. احب احييها واقدم لها سلام من خلال هذا الفيديو. كلش احبها انا وغني، انسانة حبوبة وقلبها طيب. قلت لها لا تخافين، هذا طريق مسوي الاهالي حتى يصعدون على ذيك البنايات، ماكو لا دب ولا غيره. وصلنا تقريبا للمدرسة. شفتوا الصبح شلون كانت هوسة، دخول الطلاب والجو مطر. هسه ما شاء الله صنطة، اجواء الخريف شلون حلوة. هسه هاي الاشجار كلها توقع الاوراق من عندها، تصير جرزاء كل شي ماكو. يلا جلس. هذا كله That's all my friends. والله. They were doing a puzzle. رسومات الطلاب. جيبون غرفتكم. أنا ما عندي الغرفة اللي ما يخلون الأهل يطبون. هاي أول مرة راح أدخل المدرسة. هنا هاي هذا صفحة. That's our picture. That's part of me, the best part of me.
هاي هم قايلهم شنو الأفضل شي عندكم، فكل من معبر عن أفضل شي عنده. جنة ماي هارت، هذا رجليه، هاي شعرها. Do you know what I write? I write هذا الممر كله خالين بيه الفعاليات اللي يسووها الطلاب، يعلقوها هنا، وبهذا اليوم يشوفون أهلهم شنو سووا خلال هاي الفترة. sentences. بعد ما خلصنا I see them. من المعلمة هنا عندهم مثل معرض الكتاب، خلينا نشوف شبيه. هسه بدأ الجو شوي يتغير، ما شاء الله تقلبات الجو كل ساعة بحال، مطر بعدين شمس، هسه راح تغيم. خلي ادخل من البيت هذني، انا كنت خالت لي كرسي هنا قاعدة اباوع لهن. متابعي الاعزاء ومتابعاتي الغاليات، لهنا تقريبا الفيديو مالتنا قرب ينتهي. اشكركم على حسن متابعتكم، وان شاء الله التقيكم فيديوهات قادمة. دمتم في رعاية الرحمن ومع الف سلامة.